انت عارف ان ناروتو ما عاقبش اوروتشيمارو، الراجل اللي كان بيخطف الأطفال ويجرب عليهم تقنيات محرمة؟ ليه اتساب كده؟ بص يا سيدي، بعد الحرب كونوها كانت طالعة مدمرة ومحتاجة أي استقرار، وأوروتشيمارو ساعتها ساعد في الحرب ضد مادارا وكاجويا، فاعتباره ده تخفيف شوية من جرايمه. وكمان كاكاشي وهوكاجي وقتها كان شايف إنهم يراقبوه بدل ما يدخلوا معاه في حرب تاني. ده غير إن أوروتشيمارو كان عنده معلومات وتقنيات نادرة، فشافوا إنهم يستفيدوا منه بدل ما يضيعوه. وساسوكي نفسه اللي أوروتشيمارو كان بيستخدمه كتجربة سامحه، فده خلى الناس تهدى وتقبل وجوده. يعني يا باشا، ناروتو ما كونش طيب معاه، هو كان ذكي وبيفكر في مصلحة كونوها. ولو عجبك الكلام ده انزل دلوقتي اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة واكتب لي كومنت علشان تبقى رسميا من جيش العظماء.